السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني لأول مرة انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين مكرونة فرن باللحمة المفرومة اللي بناكلها طبعا في محلات الكشري. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، وخطوات كلها سهلة جدا جدا، ومش هتاخد وقت، وكمان اقتصادية ارخص بكتير من اللي بناكلها في محلات الكشري. ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. اول خطوه هنعملها طبعا هنبدا اشوح اللحم بالشكل ده. اعصج اللحمه زي ما انتم شايفين، هعصجها في معلقه صغيره سمنه، وهبدا اقلبها فيها بالشكل ده لحد ما اللحمه تبدا تاخد معايا لون هيتغير طبعا. هفضل اقلبها بالشكل ده. خلاص اللحمه فكت معايا زي ما انتم شايفين، واخدت معايا لون زي ما احنا شايفين. طبعا انا قطعت كمان بصلتين كبر، قطعتهم قطع صغيره. خلاص كده اللحمه استوت كلها، اخدت لون معانا، اقصد اخدت لون. هبدا اضيف لها البصل. انا قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين. وهقلبه مع اللحمه لحد ما يبدا يدبل معانا. هبدا بعد كده اقطع قرن فلفل اخضر رومي او فلفل الوان المتوفر عندي، وكمان طماطميه، وهقطعهم قطع صغيره او مكعبات صغيره، وهبدا اضيفهم للحمه. شايفين كده البصل بدأ يبقى لونه شفاف، اخد دبل بمعنى اصح. هبدأ اضيف له الفلفل والطماطم اللي انا قطعتهم. هقلبه مع اللحمة. بعد كده هبدأ اضيف توابل اللحمة. طبعا هضيف لها حبهان بودر، هضيف كمان معلقة صغيرة قرفة، معلقة فلفل اسود، توابل لحمة، 7 بهارات. وطبعا الملح مهم جدا، اظبط الملح بتاعها. هبدأ اقلب كل التوابل والمكونات دي مع بعضها تاني. هديها تقليبة كده، اوزع التوابل كويس، وهرجع اغطي عليها واسيبها، اهدي عليها النار واغطي عليها واسيبها تستوي. ممكن كمان نضيف معلقة صغيرة بابريكا تدي لون حلو جدا. وهقلبها تاني واغطي عليها ونسيبها تستوي. انا سبتها 10 دقايق زي ما انتم شايفين، لسه بتنزل المية بتاعتها وتستوي فيها. طبعا لما تستوي هتستوي في المية دي، هقلبها تقليبة كده وارجع اغطيها تاني واسيبها تكمل سوا. سبتها كمان 10 دقايق زي ما انتم شايفين كده، خلاص استوت. شايفين استوت كويس جدا، مفيش اي مية فيها.
كده استوت هبدأ اطفي عليها النار، وكده اللحمة بقت جاهزة معايا. هبدأ اعمل الخطوة اللي بعد كده، هجهز الطماطم معايا زي ما انتم شايفين. حلة على البوتاجاز، هضيف فيها معلقتين زيت او سمنة اللي متوفر عندي حسب الرغبة. هضيف عليهم كمان معلقة توم مهروس اول لما الزيت يسخن معايا. هضيف معلقة توم مهروس وهديه تقليبه كده. اول ما يبدأ بس ريحته تطلع كده هضيف الطماطم. مش عاوزينه يتحمر، عشان احنا عارفين طبعا التوم لما بيتحمر جامد بيبقى طعمه مر كده، مش بيبقى حلو. تقليبه بسيطه كده وهبدأ اضيف الطماطم. كوبايتين كبار عصير طماطم. هبدأ اضيف لها التوابل. طبعا هضيف لها 7 بهارات، هضيف لها كمون وكزبره بودر. هنضيف كمان توابل ال7 بهارات زي ما قلنا. معلقه صغيره قرفه، القرفه كمان بتدي طعم حلو جدا، وطبعا فلفل اسود. وهضيف الملح، وكمان هضيف معلقه صغيره زعتر. الزعتر كمان بيديها نكهه حلوه جدا، بيبقى طعمه حلو جدا مع المكرونه. وهنقلبها طبعا لحد ما تغلي معانا. احنا مش هنسبكها، احنا عاوزينها بس تغلي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، مش عاوزينها تتسبك خالص. هي خلاص كده غلت، هبدأ اطفي عليها النار. وبكده الصلصة جاهزة معانا. هبدأ ارص الطاجن. عندي هنا طاجن فخار زي ما انتم شايفين، زي بناكلها في محلات الكشري تمام. هبدأ اضيف الاول في الطاجن، هبدأ ادهنه سمنة او زيت زيتون او المتوفر عندي بالفرشة بالشكل ده. هادهن كمان الحروف. هبدأ اضيف اللحمة. هوزع طبقة لحمة بالشكل ده وهضغط عليها كويس قوي. هوزعها كويس واضغط عليها. بعد كده هبدأ اضيف المكرونة. طبعا المكرونة بنضيفها زي ما هي كده نية. هوزعها بالشكل ده، مش هنضيف كتير علشان ما تزيدش عن الطاجن. هضيف عليها بعد كده الصلصة او الطماطم اللي احنا عملناها. اربع او 5 معالق طماطم حسب رغبتنا. لو حابين مش ما تبقاش صلصتها كتير ممكن نقلل شوية حسب الرغبة. بعد كده هبدأ اضيف عليها كمان كوباية مية مغلية. انا هضيف مية بحيث ان انا اغطي المكرونة بس، يعني مش اكتر من كده. يدوب غطيت المكرونة كده، ما تزيدش عن كده. شايفين مستوى المية؟ مهم جدا انه ما يزيدش عن كده علشان تستوي معانا كويس. يدوب نغطي المكرونة. وبعد كده هغطي الطاجن بتاعي بورق الفويل. مهم جدا ان المكرونه الميه ما تزيدش عن كده عشان ما تعجنش معانا وتبقى السوا بتاعها كويس. هغطيها بورق الفويل زي ما احنا شايفين. وهدخلها الفرن تستوي، تاخد معانا من 45 ل 40، من 45 لساعه، 45 دقيقه لساعه. زي ما انتم شايفين ده الطاجن بعد ما خرجته من الفرن. شيل الورق الفويل، مستويه كويس جدا جدا وريحتها بجد تجنن، ريحتها حلوه قوي. هبدا اقلبها على الطاجن على الطبق زي ما انتم شايفين. قلبتها. هبدا ارفع الطاجن. طبعا عشان دهنته طبعا سمنه او زيت، ثابت بمنتهى السهوله. شايفين طاجن المكرونه عامل ازاي؟
شكلها وريحتها بجد تجنن، حلوه جدا جدا، احلى كمان من اللي بناكلها في محلات الكشري. وصفه جميله جدا وسهله جدا، ونعملها في البيت بمنتهى السهوله. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنيه تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، ونشوفكم الفيديو الجاي.